السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمشاهدات. حلقة جديدة من كورة كل يوم. الأهلي يواجه الزمالك في لقاء حسم الدوري. النقد ترفض الطعن المقدم من وزارة الشباب والرياضة. المعزول إلى أين؟ والمادة 89 تفصل بينه وبين أحمد مرتضى منصور. عقاب إلهي سريع لمحمد حسن لاعب الإسماعيلي. الزمالك يطالب بتحكيم أجنبي على الشاشات فقط لا غير. عاشور في الأهلي. بوبو والرتوش الأخيرة لإنهاء الصفقة. المنتخب الأولمبي هارد لك. صلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصلي على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم ارحمنا وارحم مشايخنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فك كرب المكروبين وسد دين المدينين وارزق كل عقيم واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم القدس في حفظك وأمانك. اللهم رد القدس إلى أهله. اللهم بلغ آباءنا وأمهاتنا سلاما منا ورحمة منك. الأهلي يواجه الزمالك يوم الخميس المقبل في لقاء حسم الدوري أو تأجيل الحسم. قد يكون اليوم في الثامنة في التاسعة في 11 مساء. الأهلي بطلا للدوري عقب انتهاء لقاء سيراميكا وبيراميدز في الدوري الممتاز. الأهلي يواجه الزمالك يوم الخميس القادم في استاد القاهرة 20:30 مساء. لقاء تحديد لقب الدوري. المفروض الزمالك يسلم درع البطولة درع الدوري يوم 11 يوليو إلى اتحاد الكرة. هل يسلم الزمالك درع الدوري في هذا التوقيت لاتحاد الكرة أم يظل في عرين نادي الزمالك؟ هذا ما سوف نعرفه خلال الأيام القادمة. خوان كارلوس أوسيريو المدير الفني وما زال يعتمد طريقة 3-4-3 في خط الدفاع الثلاثي. الدفاع سوف يكون حسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد عبد الغني. ثلاثي الدفاع قد يكون حمزة المسلوسي على حساب محمد طارق، لكن حسام عبد المجيد راجع من بطولة أفريقيا ومجهد بدنيا وفنيا ونفسيا. هل يستطيع حسام عبد المجيد أداء اللقاء بقوة أم يكون خارج حسابات أوسوريو؟ وسط ملعب نادي الزمالك المكون من أحمد فتوح والسيسي أو محمد أشرف رؤى ومعاهم عمر جابر. سوف يكون ثلاثي الدفاع في وسط الملعب، وهيكون معاهم أحمد سيد زيزو. هيكون قدامهم سيف الدين الجزيري وناصر منسي اللي بيحاول ان هو يعوض بيه غياب مصطفى شلبي. وسوف يكون احد اللاعبين عبد الله سيد نيمار او شيكابالا. الزمالك بينهي على الحاله الفنيه اللي موجوده او الحاله البدنيه اللي موجوده عن بعض اللاعبين بثلاث تغييرات مع بدايه الشوط الثاني بيضخوا الدماء من جديد الى لاعبي نادي الزمالك. لكن السؤال اللي أنا عايز أسأله هو أين لجنة المنشطات التي انتهى عملها منذ تصريح مرتضى منصور إن عنده 2 لعيبة بيشربوا مخدرات وبياخدوا تعاطوا المنشطات؟ وكان الكلام على أحمد فتوح وعبد الله جمعة اللذان اختفيا فترة 3 شهور على الأقل إلى أن تحسنت الحالة. الآن وبعد اختفاء المنشطات يوجد لاعبين كثيرين في نادي الزمالك المعدلات البدنية لديهم مرتفعة جدا. هل يعود المنشطات في لقاء القمة؟ الزمالك ما زال حتى الآن يطالب بتحكيم أجنبي على الشاشات فقط، ولم يرسل أي مكاتبة قانونية أو مكاتبة رسمية إلى اتحاد الكرة، ومعهم مبلغ 50,000 دولار لاستخدام حكم أجنبي. الزمالك يثير الصياح على الشاشات ويطالب بتحكيم أجنبي، ولا يوجد أي تحرك إيجابي من الزمالك لوجود حكم أجنبي. نتمنى وجود حكم أجنبي، نتمنى وجود أي حكم موجود في قلب اللقاء. اللقاء سوف يكون إن شاء الله نتيجته إيجابية لصالح النادي الأهلي. الأهلي المصري ومارسيل كولر الذي احتفل اللاعبين به بعد المباراة واللعيبة فضلوا يشيلوه. ودي لقطة الشاشة اللي موجودة عندكم اللي على الفيديو النهاردة، لقطة الشاشة اللاعبين وهم يحتفلون بمارسيل كولر ويلقوه في الهواء
في أكثر من مرة. مارسيل كولر عقب اللقاء وفرحته مع في الفوز على نادي الاتحاد وكلامه مع اللاعبين قال لهم عندكم أجازة بكرة وبعده، عندكم أجازة 48 ساعة. اللعيبة ما صدقتش نفسها من الفرحة وأخذوا يهتفون لمارسيل كولر. مارسيل كولر أو مارسيل كولر القاتل. مارسيل كولر عودة جديدة بتشكيل جديد للقاء الأهلي والزمالك. على ما أتوقع أن تشكيل النادي الأهلي في لقاء الزمالك القادم سوف يتكون في حراسة المرمى محمد الشناوي الباك اليمين، محمد هاني البين الدفاع، ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، والباك الشمال علي معلول، قدامه اليو ديانج ومروان عطية، قدامهم القندوسي أو محمد مجدي قفشة أو عمرو السولية. واحد من الثلاثة دول هيبدأ اللقاء. على اليمين بيرسي تاو، وعلى الشمال حسين الشحات، وراس الحربة الفولت العالي محمود عبد المنعم كهربا. الدكة واللاعبين الذين سوف يستعين بهم مارسيل كولر من على الدكة مع أحمد عبد القادر والضو كريستو، القندوسي أو قفشة أو السولية أيا كان منهم هيكون خارج الملعب، وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف او رامي ربيعه على حسب التبديلات اللي هيحتاجها النادي الاهلي ان كان عايز يامن على المستوى الدفاعي او عايز يزيد من القدره الهجوميه وزياده القدره التهديفيه امام نادي الزمالك. هذا ما سوف نعرفه في المباراه القادمه. مارسيل كولر سوف يترك الكره لنادي الزمالك للتحضير ويعتمد على قطع الكره في منتصف الملعب والمباغته الهجوميه في المساحات الخاليه اللي موجوده شوارع، وشفنا الكلام دوت في لقاء فيوتشر، وشفنا ازاي فيوتشر قدر انه يحرز هدفين واول نص ساعه كان فيهم تفكك كبير جدا للاعبي نادي الزمالك. الأهلي للمباراة العاشرة على التوالي بشباك نظيفة، ينتظر 3 مواجهات أخرى بشباك نظيفة متتالية ليحقق الرقم القياسي اللي حققه مع مانويل جوزيه ومع مارسيل كولر ومع حسام البدري. النادي الأهلي في طريقه إلى تحقيق الأرقام القياسية التي يكون هو أول من وضعها. يعني الأهلي هو صاحب أكثر عدد كلين شيت من في المباريات ب 13 مباراة متتالية، ينافس نفسه للوصول إلى أكثر من ذلك. تذاكر المباراة نزلت بالأمس مساء وانتهت فورا. عقاب إلهي سريع يأتي إلى محمد حسن. قلنا محمد حسن طلع واعترف مع كريم شحاتة ومع غيره وقال لأحمد العجوز إن الكورة جت في بطنه وجت في إيده وجت في فخده والكلام ده كله، لكن الكورة لمست يديه. ثم بعد ذلك على الانستا من طريق الفيديو محمد حسن يكذب ذلك ويقول لم أقل أي شيء والكرة لم تلمس يدي مطلقا. أحمد العجوز ونادي الإسماعيلي يصدر بيانا بتوقيع غرامة مقدارها 100,000 جنيه على اللاعبين محمد حسن وأحمد محسن لاعبي نادي الإسماعيلي لخروجهم من المعسكر لمباراة الداخلية ورجوعهم إلى المعسكر في 7 مساء صباحا. يعني خرجوا بالليل قضوا سهرة بره، كانوا في فرح ولا فين ورجعوا في 7 صباح الأمس. حرمانهم من التواجد في معسكر مباراة الداخلية وتوقيع عقوبة وغرامة قدرها 100,000 جنيه على كل لاعب من اللاعبين. ما زال الزمالك يطالب بالتحكيم الأجنبي. إمام عاشور وانتهاء المفاوضات مع إمام عاشور وتحديد الراتب السنوي الذي سوف يتلقاه. إمام عاشور لاعب جديد في النادي الأهلي الموسم المقبل. انتهت الصفقة إكلينيكيا، يتبقى القليل من الرتوش. ميتلاند يحاول الحصول على قيمة الانتقال مباشرة والأهلي يصر على دفع 500,000 دولار على سبيل الإعارة بنية البيع وباقي الثمن الموسم المقبل، ولكن ميتلاند يحاول الوصول إلى المبلغ كله كاش زي ما ميتلاند دفع 2,600,000 دولار لنادي الزمالك كاش. بوبو والرتوش الأخيرة. انما إلينا علما أن فيوتشر يطلب 35 مليون جنيه، يتم سداد النادي الأهلي 25 مليون جنيه في بوبو و10 ملايين نظير انتقال كريم ندفيد إلى نادي فيوتشر. النادي الأهلي يرفض ذلك ويطالب بكريم ندفيد أمام محمد رضا بوبو والمقابل 10 مليون زيادة مع تمديد عقد سعد سمير ومصطفى البدري مع فيوتشر لموسم قادم أيضا.
هذا ما سوف نعرفه خلال الأيام القليلة القادمة التي ينهي فيها الأهلي بكل قوة الصفقات الجديدة. ملك لاعبة كرة الطائرة للسيدات في نادي الزمالك، استطاع النادي الأهلي التجديد معها والحصول على خدماتها، وسوف تقوم بلبس الفانيلا الحمراء ابتداء من الموسم المقبل، وليست الصفقة الأولى ولا الأخيرة في كرة الطائرة سواء للرجال أو السيدات. يوجد صفقات كثيرة سوف يتم إنهائها مع لاعبي نادي الزمالك الرجال أو السيدات. عمر الفولي لاعب نادي الزمالك للناشئين في كرة اليد، عقب رفض نادي الزمالك تجديد عقده، وقع عمر الفولي مع نادي الخليج القطري، وتم توقيع العقد للاعب في دولة قطر مع نادي الخليج القطري. وقام هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المصري بإيقاف كذلك النادي الأهلي في اتجاهه لإنهاء صفقات جيدة على مستوى كرة السلة وكرة اليد. أيضا النادي الأهلي سوف يلعب في بطولة العالم لكرة السلة، ويحاول النادي الأهلي في الموسم المقبل إنهاء انكسار لاعبي النادي الأهلي في الكرة الطائرة والعودة مرة أخرى بالبطولات لعرين القلعة الحمراء عقب خسارة الرجال لدوري وكأس الرجال لكرة الطائرة موسمين متتاليين أمام غريمهم الزمالك المنافس الوحيد. النادي الأهلي في طريقه إلى حسم صفقة المهاجم الأفريقي الخطير الذي سوف يأتي لمساندة الهجوم الأهلاوي، محمود عبد المنعم كهربا، وسداد غرامة التأخير غرامة نادي الزمالك. ألاعيب المحامين لا تنتهي، وسوف يتم استمرار عدم السداد إلى نهاية شهر أغسطس. هذا ما سوف نعرفه خلال الأيام القادمة، واجتماع لجنة الاتحاد الدولي لنظر عقوبة محمود عبد المنعم كهربا وطريقة سداد العقوبة. على ما أعتقد أن المحامي الخاص بكهربا سوف يرسل بتقسيط العقوبة ودفعها على فترة 3 سنوات، وكذلك الحصول على حساب لنادي الزمالك يتم وضع العقوبة فيه. مرتضى منصور اللي عين نفسه رئيس للجنة العضويات والأعضاء وكل حاجة في قلب نادي الزمالك. اللجنة دي والتي التي تتعارض مع نص المادة رقم 89 في قانون الهيئات الرياضية والنوادي، التي تنص على عدم وجود تضارب مصالح ما بين مجلس الإدارة والعاملين داخل النادي. ويوجد تضارب مصالح بين أحمد مرتضى منصور ومرتضى منصور داخل النادي، وكذلك كان أمير مرتضى منصور يعمل داخل نادي الزمالك مشرف على الكرة، وهو أيضا كان في ظل وجود مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة وأحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة. إذن الكرة في مصر تدار بالمحبة والفهلوة والحلاوة. الكرة في مصر تدار بهذه الطريقة. الأهلي بطل كل العصور، الأهلي بطل في كل اللعبات. محمود الخطيب يستعد لإنشاء فرع جديد للنادي الأهلي في العالمين. إذا أراد المولى عز وجل سوف تنتهي الإنشاءات في نهاية الموسم بعد القادم، والصفقة الجديدة للنادي الأهلي التي ينتظرها هو إنهاء استاد النادي الأهلي والبدء في تنفيذه. شركة النيل شركة المخابرات هي الشركة الراعية للدوري الممتاز لمدة 3 سنوات قادمة مقابل 55 مليون جنيه. شركة النيل هي الراعي الرسمي لنادي الزمالك، وكذلك الراعي الرسمي لنادي أسوان وبعض الأندية الجماهيرية الأخرى. ماذا سوف نرى من توجهات في إهداء الدوري الموسم المقبل وبعد المقبل بعد المقبل؟ أما هل تصبح شركة النيل أحد رعاة النادي الأهلي ولا يتضارب تواجدها كراعي للنادي الأهلي مع الشركات الموجودة حاليا؟ سوف تكون راعية إما على الشورت أو على كم التيشيرت. النادي الأهلي في سبيله إلى إبرام رعاة جدد يزيدوا من موارد ودخل النادي الأهلي.
إلى اللقاء ومباراة القمة التي سوف تقام الخميس المقبل في 20:30 مساء توقيت القاهرة باستاد القاهرة. الأهلي يواجه الزمالك في لقاء مصيري لحسم الدوري. الأهلي متبقي له نقطتان. وسوف نرى مباراة اليوم بين سيراميكا وبيراميدز، هل تنهي منافسة الدوري ويصبح الأهلي بطلا للدوري ويكون المحصلة 0 في مباراة الزمالك ولا يحتاج الأهلي أي نقطة من مباراة الزمالك، أم أن الأهلي يظل محتاج لنقطتين، أم أن الأهلي يحتاج إلى نقطة واحدة؟ هذا ما سوف نعرفه خلال لحظات قليلة أو ساعات قليلة. خلصت حلقتنا، ما خلصتش أخبارنا. دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله والذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.